السلام عليكم، صحة داركم. اليوم هذا الفيديو غادي نحكي لكم على التجربه تاعي في الباك، يعني كيفاش فوت الباك وكيفاش جاني الباك. نعطيهم كامل التجربه وكيفاش كنت نحفظ وكيفاش كنا يعني للباك وكلش. غادي نعطيكم كامل التجربه ديالي. اذا بالنسبه للناس اللي ما يعرفونيش، معكم فاطمه. انا نقدم نصائح لاصحاب الباك، وثاني كندير نصائح لتطوير الذات وكيفاش تطوروا من نفسكم ومن ذاتكم. اذا اللي مهتم بهذا المجال، من فضلك اشترك في هذا القناه هكذا باش يوصلك كل جديد غادي نحطه. المهم باش ما نطولش عليكم هذا الفيديو، نبداو بعد هذا الفاصل. اذا مرحبا بكم من جديد في قناتي. نتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. اذا نحكي لكم اليوم على التجربه تاعي في الباك. انا جوزت الباك في عام 2012 وجبت المعدل 12.20. كما قلت لكم انه العائله تاعي كامل كانت تقول لي انت ما غاديش تربحي الباك، لانه كان عندي كنت معاوده العام تاع دوزياماني. اذا كان يقولوا لي انت عاودتي العام دوزياماني غادي تربحي الباك، غادي تجيبي الباك. كانوا هكذا دايرين في بالهم، مي انا ما كنتش نسمع لهم بزاف، ما كنتش نديها فيهم. يعني كانوا يهضروا، انا ما كنتش نركز فقط على المراجعه ديالي وركز على القرايه تاعي. الحاجه الاولى انه انا في البدايه تاعي في الاول ملي كنت دايره في الباك انه نربح الباك فقط، يعني نجيب المعدل 10 نجيب 11. مهم نجيب الباك، ما يهمش المعدل اللي غادي نجيبه. والخطا الاول اللي وقعت فيه انا، علاش هكذا؟ باش يحفزكم، باش يكون عندكم الاراده وهكا ما تكرهوا وما تملوش من المراجعه وما تملوش من القرايه. راكم تعرفوا العام طويل بزاف، اذا كان لي بزاف يجيه زعما صعيب. باسكو علاش؟ مش راه داير في باله شحال المعدل اللي غادي يجيبه. مثلا انت حاول قدر المستطاع انك تقول مثلا كنت تكون مثلا ما تعرفش تقرا ولا مداري تجيب معدل 12 ولا 10 وكلش، دير في بالك باللي انا لازم هاد الباك هاد العام غادي نجيبه يا 14 يا 15. يعني توجور دير في بالك حاجه كبيره. ما حتى دروك راحنا في باقي لنا شهرين على الباك، حتى دروك تقدر دير في بالك. هذا هو الهدف اللي ديروه في بالك. انا هاد العام كرر معي، تقول في بالك وفي نفسك انه هاد العام نجيب الباك ونجيبه معدل 14 ولا 15 هكذا، باش نعرف نختار التخصص اللي نديره في الجامعه. ثاني حاجه بديت في القرايه. كما هذا كنت نقرا. شوف انا الشخصيه تاعي في القرايه كيفاش دايره. انا من دوك الناس اللي يخافوا واللي يبغوا يقراوا. مثلا من يقرب مثلا الفرض ولا الاختبار تاع الفصل الاول الفصل الثاني ولا الفصل الثالث، نخاف، ما نقدرش ندخل. تخيلوا ما نقدرش ندخل مثلا الامتحانات وانا ما حافظه والو. ولا كان لي بزاف ناس، وهذا هو الخطا تاعي اللي يديروه بزاف، يوقعوا فيه بزاف طلبه، وتقريبا كامل الطلبه يوقعوا فيه. يقول لك مثلا انا ندخل لهذاك الفرض ولا هذاك الاختبار ما حافظه، يا نحرز يا نقول يا ما نحلش نيشان يا ما نمشيش اصلا لذاك الفرض. ولا اذا باقي لكم فصل ثالث، حاولوا انكم في الفصل الثالث خدموا مليح، حسوا باللي انه هذا الفصل الثالث تاع باك تاع سيو، باسكو ديجا في التالي غادي ديروا تفوتوا باك تجريبي. المهم حافظوا مليح وجاوبوا على الاسئله مليح، ودخلوا للقاعه دخلوا حافظين كلش وفاهمين كلش، ماشي تدخلي هكاك ولا تدخل مكوبيي ولا تدخل محرز ولا مانيش عارفه. وثاني علاش راني نقول لكم كما هكذا؟ باسكو نتوما تكونوا تفوتوا في هذاك، مثلا تفوتي في الاختبار مثلا تاع الرياضيات ولا غلطتي في كاش حاجه ولا ما عرفتيش تحسبي كاش حاجه، هنا تحسي بالذنب ديالك وتعرفي الخطا اللي وقعتي فيه. اذا ومن بعد تبداي هذاك الخطا اللي وقعتي فيه ما توقعيش فيه مره واحده اخرى. على بها نقول لكم لازم تحفظوا مليح وتراجعوا مليح للفروض والاختبارات هكذا باش تعرفوا الاخطاء ديالكم وتعقلوا عليها وتقعد لكم في راسكم. دوروا باش تدركوا الاخطاء ديالكم وتعقلوا عليهم ثاني. نروح ثاني الكوتي تاع لي كور وكلش. نحكي لكم شويه على لي كور اللي كنت نديرهم معنا. كنت ندير انا علميه كما قلت لكم، علوم تجريبيه كان عندي. كنت ندير لي كور في الرياضيات والفيزيك، باسكو ما كانش عندي الدراهم، ما نكذبش عليكم. ما كنتش نقدر مثلا نزيد العلوم الطبيعيه. كنت حابه ندير علوم طبيعيه بس ما عنديش الدراهم وكلش. كنت ندير في الرياضيات والفيزيك. صح كيف كنا نفوتوا لي كور؟ مثلا نروح لي كور مثلا تاع الماط ولا تاع الفيزيك، نتبع مع الاستاذ تاع الاخر تاع لي كور، نرفد القوانين نكتبهم، نعدلهم هكذا، ونكتب الطريقه اللي حل بها داك الاستاذ نكتبها نيشان ونحاول نفهمها عنده.
هذيك الطريقه كيفاش ندير لها مثلا اللي كتبتها في الاخر باسكو كامل الفيزيك والعلوم الطبيعيه والرياضيات كامل كاين قانون وطريقه تطبقيها، يعني ما كانش حاجه تزيديها من عندك ولا انت ترفدي هذيك الطريقه اللي درتيها في ليكول ولا درتيها في الدرس ولا ترفديها كيما راها. وكنت من نمشي نوصل للدار نهد عقله كنت ندير لي كور في مثلا في النهار، كنت ندير مثلا لي كور في الرياضي في الفيزيك في الصباح، ومن بعد كان عندي الرياضيات كنت نوصل نكمل 12. اذا نروح للدار نروح نفطر نصلي صلاتي وريح شويه نعاود نولي نراجع كامل هذوك اللي درناهم في ليكور. هكذا كنت ندير انا باش هكذا يقعد لي في الراس. وديك الطريقه اللي دارها لنا الاستاذ نحاول نحل كيفها، نحاول نتبع نفس الطريقه. القوانين تاع القوانين تاع الرياضيات والفيزيك ما تحفظوهمش كيفاش ديرهم، انت تعقلي على داك القانون تولي تحلي التمارين تاعو تكتبي هكذا في البغويو. قلت لكم في البغويو توجور كتبوا في البغويو كامل القوانين تاع داك الدرس وروحوا راجعوا هذوك القوانين كيما راهم حطوهم هكذا في البروي تاعكم. بدات تحل التمارين تحلكم هكذا تولي تعقل عليه هذاك القانون. فهمتوا؟ في العلوم الطبيعيه كان عندنا من حسن الحظ كانت عندنا واحد الاستاذ يشرح العلوم الطبيعيه انا كنت نفهم عليه. وزيك نقول لكم حاجه على المواد مثلا كما العلوم الطبيعيه، كان انا هذا الاستاذ يشرح لنا مثلا في موضوع، هذاك الموضوع مثلا يبقى يشرح لنا فيه، بعض التلاميذ يبداو يسقسيوه اسئله زعما خارج هذاك الموضوع. توجور دائما من تكون مثلا الاستاذ يشرح لك في هذاك الدرس ما تعاودش تسقسي على اسئله خارج الموضوع، لانه هكذا راك تزيد على روحك بزاف صوالح. يعني دائما الدروس هذوك راهم جايين من الوزاره على حساب البرنامج، انت تقيد فقط بالبرنامج، يعني سقسي الاسئله فقط اللي متعلقه بهذاك الموضوع، ما تسقسيش اسئله اللي مثلا خطرت انا كنت نشوف باللي تلاميذ يسقسيو اسئله ماشي تاع المستوى تاع التروازيام ماني تاع الجامعه ولا بداو يسقسيو فيه. نتوما تقيدوا توجور بالبروغرام تاعكم تاع الدرس، يعني ما تحاولوش تفهموا حاجه صوالح واحد اخرين هكذا باش ما تضيقوش على رواحكم وتقدروا تفهموا الدرس مليح. اذا الحاجه الثالثه ثاني اللي تعلمتها ولا اللي كنت نديرها انا انه فيما يخص مواد الادبيه يعني الفرنسيه والانجليزيه والعربيه انا ما كنتش نفهم، يعني الفرنسي والانجليزي ما كنتش نفهم، اذا ما كنتش نركز عليهم بزاف وهذا هو الخطا تاعي. كنت فقط نراجع القواعد تاع الفرنسي والانجليزي وما كنتش نراجع مثلا ولا ما كنتش نتبع مع الاستاذ مثلا ما يكون يشرح في النصوص، ولا لازم تتبعوا مع الاستاذ مليح وتتعلموا كلمات جدد وتتعلموا كيفاش تكتبوا باراغراف وكلش. باسكو انا في الباك ما درتش الباراغراف. المهم ركزوا بزاف باسكو على بالكم 80% الاسئله غادي يجيو فقط على النص، يعني كان حتى نوع النص ما يعرفش كيش الاخباري ولا الفرق ولا بيناتهم كلش. اذا انا ننصحكم تروحوا تراجعوا ولا تروحوا تحضروا الفيديوهات تاع اللي في اليوتيوب، راهم يشرحوا بزاف اساتذه تاع الفرنسيه والانجليزيه يشرحوا، يعني يشرحوا لك النصوص ويشرحوا لك كيفاش يجيو الاسئله كيفاش تصحي كيفاش تجاوبي عليهم. فهمتوني؟ يعني ماشي تركزوا فقط على القواعد، يعني لازم تراجعي كلش وتراجعي حتى النصوص اللي وتقراوهم في القسم. هذين يقدروا يديروا لكم من السكيفه ويقدروا مثلا يديروا لكم حاجه مشابهه ليه. اذا نروحوا للكوتي تاع الحفيظه. انا الحفيظه ما كانش عندي مشكله فيها، كنت نحفظ يعني من بدايه السنه كما قلت لكم من الاول كنت بديت نحفظ تاع الباك. شوفوا المعدلات شحال جبت. العلوم الطبيعيه جبت 11 ونص، علوم فيزيائيه جبت 15 ونص، ورياضيات جبت 12. شوفوا اللغات الادبيه اللغه العربيه جبت 12 ونص، والفرنسيه جبت 4 ونص، الانجليزيه جبت 9 ونص. عندك تاريخ وجغرافيا جبت 10، العلوم الاسلاميه اللي جبت 18. كما قلت لكم مواد الحفظ كنت نحفظ من بدايه السنه، بصح المعدل تاع تاريخ وجغرافيا جبت 10. علاش جبت 10؟ لانه المنهجيه تاع الاسئله تاع الاجابه ديالي ما كنتش نجاوب على حساب المنهجيه. يعني بزاف طلبه هكذا يكونوا خادمين في داك الموضوع ولا خادمين في داك السيجي ويجيبوا معدلات قلال بزاف. علاش؟ لخاطر ما دايرينش على المنهجيه تاع التصحيح، يعني ما مجاوبينش على حساب المنهجيه تاع الاسئله. يعني توجور دائما تسقسيو الاساتذه تاعكم يعني الوضعيه الادماجيه في التاريخ والجغرافيا كيفاش نجاوبوا عليها، يعني كيفاش نديروا لها مليح، يعني من الاول للتالي، والاسئله كيفاش نجاوبوا عليهم على بها. باسكو الاساتذه اللي يصحوا لكم ما يكونش يعرفوكم ما يعرفوكمش قريتوا الاخر، هما يصحوا على حساب المنهجيه تاع التصحيح اللي عطوها لهم. فيما يخص الفلسفه غادي نحكي لكم تاعي التجربه تاعي كيفاش كانت.
الفلسفة أنا كنت نحفظ المقالات. إذا جامي في حياتكم تحفظوا تدخلوا في يعني تفوتوا الباك وتبقوا حافظين مقالة واحدة، سورتو إن عارفين بلي الفلسفة دائما يخرج عليها هضرة بزاف، يقول لك كاين واحد المقالة غادي تطيح، إذا الناس تمشي تروح كامل تحفظ ديك المقالة وتنسى المقالات الأخرى. إذا هذا ما صرنا حنا في 2012. قالوا لنا واحد المقالة تدخل، صحاباتي كامل اللي يقراو معايا وكامل الناس اللي تروازيام اللي يفوتوا الباك حفظوا واحد المقالة. في التالي ما داروناش هذيك المقالة، دارونا مقالة واحدة أخرى. إذا دائما من تدخل في الفلسفة لازم تحفظ شحال من مقالة. كاين في الفلسفة كاين المقالات وكاين النصوص. وتاني الخطأ تاني اللي وقعت فيه في الفلسفة أنا المنهجية تاع الإجابة وتاع كيفاش تجاوب على المقالة وكيفاش تجاوب على النصوص، يعني مش كيف لازم تتعلموا كيفاش تكتبوا نص وتتعلموا كيفاش تكتبوا مقالة، الاثنين. لأنه أنا تاني صارت لي تاني مشكلة، انه عطاونا واحد المقاله تاع رياضيات نعقل عليها وقالوا لنا ديروها نص، وانا كنت حافظتها مقاله. اذا ما عرفتش كيفاش ندير. اذا كيفاش درت، كنت حافظه يعني مقاله ورديتها نص، اذا هي فقط بالفهم تاعي، وبديت هكذا زعما نبدلها وردها كيما النصوص، يعني تولي كيما النصوص. علاش؟ باسكو انا ما كنتش نعرف كيفاش نكتبوا النص، باسكو كاين قاعده كيفاش تكتبي النص وكاين قاعده كيفاش تكتبي المقال. لازم تعرفوا هذه حاجه مليح بزاف على بيها في الفلسفه. بزاف ناس يقولك مثلا انا خدمت ولا انا كتبت لهم وما حسبوليش. علاش؟ لخاطر ما عارفينش يكتبوا على حساب القانون تاع المقاله ولا تاع النص. اذا لازم في الفلسفه تعرفوا مليح كيفاش تكتبوا المقاله وكيفاش تكتبوا النص، عاد تبداو وتزيدوا تحفظوا مقالات واحد اخرين ولا نصوص واحد اخرين. فهمتوني؟ يعني ركزوا على المنهجيه تاع الاجابه وركزوا على الحفظ تاع المقالات. اذا كان نصيحه اخيره غادي نعطيها لكم، مادامكم راكم في الفصل الثالث كما قلت لكم، ركزوا على الفروض وركزوا على الاختبارات، حفظوا باش تشوفوا هكذا الاخطاء اللي غادي تقترفوهم في الفروض وفي الاختبارات باش ما تعاوديش توقعي فيهم في الباك. وتاني كيعملوا كامل هاد اللي قلت لكم، النصائح اللي وريتها لكم ديروا بتقيدوا بهم، كما يقول المثل تسقسي المجرب وما تسقسيش الطبيب. هذه هي. ثاني كنصحكم نصيحه واحده اخرى، حلوا السجيات، روحوا حلوا السجيات تاع العام اللي فات مثلا تاع الباك ولا المواضيع تاع العام اللي فات، في كامل المواد حلوا المواضيع هكذا باش تتعلموا وتكونوا واجدين للامتحانات. اذا مهم جدا انك تحلي المواضيع تاع العام اللي فاتوا في كل المواد. بغات حتى في التربيه الاسلاميه وروحي حلي هكذا باش تعرفي، ونهار الباك من يعطوكم الباك، نهار اللي تفوتي الباك تكوني عارفه زعما المنهجيه كيفاش. وثانيك هذاك الباك بلون اللي في الفصل الثالث لازم تركزوا عليه ثانيك بزاف، يقدروا باسكو يديروه لكم على حساب الباك كيفاه. وما تخافوش من الباك باسكو غادي يعطيكم الوقت الكافي باش تحليو التمارين، غادي يعطيكم ربع سوايع ثم لا ما ديروش كامل في بالكم الوقت ولا كاش حاجه، ولا حفظوا في خاطركم وركزوا مليح وحفظوا بذكاء. كما يقول لك احفظ بذكاء، راجع بذكاء، ماشي تحفظ وصاي. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. اذا ما تنساوش الاشتراك في القناه وتعملوا لي لايك هكذا للفيديو هكذا باش نزيد نواصل في الفيديوهات. تحبوا اي فكره هكذا نعملها لكم على الباك ولا كتبوا لي في التعليقات. اذا باي باي وصحه فطوركم.